ومعي اللحظة المتبارية الثانية عشر في سهرة اليوم أيوب من الدار البيضاء. أيوب أيوب لا تقوليش نساني، كانت في الخير عليك البرايم الأخير واليوم أغنية مغربية أخرى، كيفاش عملتي معها بالنسبة للتدريب؟ أنا الحمد لله جد فخور بعدا بأنني نكون هذا النهار هنا، لأن ماشي سهل باش توصل هنا، واللجنة اللي وضعت الثقة ديالها فيا في البرايم الأول نتمنى على الله أنني ما نخيبش الظن ديالهم ونكون عند حسن ظنهم. بالتوفيق إذا أيوب، تفضل. تعال نصبر
شافوني عيني 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 هي عيني ميزاني للفنان عبد الوهاب الدكالي اللي حاضر معنا، بحالو بحال عبد الهادي بالخياط وفنانين مغاربه اخرين اللي تنشكرهم من هذا المنبر على الكنز والريبرتوار اللي خلاو لينا، وبفضلهم الشباب ديالنا تيطربنا في استوديو دوزام. لجنه التحكيم طلب منكم تبعتوا نقطه ايوب في العلبه الالكترونيه، وناخذ راي نبيل الخالدي او الحاج يونس. عيني ميزاني او ودني ميزاني، تفضل. الحمد لله كنا بحال في هذه اللجنه. اللي غنقول لسي ايوب وهو الصوت الحقيقي والصوت الصالح هو اللي يمكن يؤدي كل القطاع، كانت نسويه او رياضيه. اذا دليل على انك غنيتي من دراستين صوتيه مختلفه، كيف قالت دابا على انك غنيتي قطعه ديال عبد الهادي بالخياط بدعتي فيها، وكذلك غنيتي قطعه ديال عبد الدكالي فابدعت. فعندك واحد الحظ لان عندك واحد الاحساس ممتاز رائع، واللي ساعدك حقيقه مصاحبتك لآلة العود. وانا شفتك في التلفزيون كتعزف، كنت دقيق، فحتى صوتك دقيق وما شاء الله وتبارك الله عليك والله يوفقك. شكرا لك.